بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة، أيها الأحبة، اليوم أنا موضوعي عن الديات وعن الحملات التي تتواصل منذ عدة سنوات. بعض الحملات اكتشفنا أن هناك مجرمين، وأن هناك غدر، وأن هناك قتل بالعمد. العمد مو بالصدفة، يعني الإنسان هو كان أتى لهذا الشخص لأجل قتله، أو احتال عليه، أو واجد الطرق. هذا الموضوع يختلف اختلاف تام عن أن هناك مشاجرة حدثت وحصل فيها قتل ما كانت مقصودة قبل المشاجرة. القتل اللي تم في المشاجرات اللي ما كانت مقصودة القتل، هذا من الواجب التنازل والمشاركة بدفع الديات بالحملات وغير الحملات. أما من كان جاء لقتل أخيه، أو ترصد لأخيه لقتله، أو غدر بأخيه لقتله، فأنا أعلنها من اليوم. وأعتقد هناك الكثير من مشايخ القبائل ومن المعنيين بالحملات أنهم يشاركون هذا الرأي ويشاركون هذا الإعلان. أنا من اليوم أعلنها، لن أشارك بأي حملة لدفع دية عن شخص اعتق رقبته وهو كان مترصد قتل أخيه، ليس مشاجرة بالصدفة. أنا الآن أعلنها للجميع، لن أشارك، وأي شخص تم القتل، عادنا الله وإياكم وابعد عنا الشرور، بالصدفة ما كان ناوي القتل أخيه، ولكن أثناء المشاجرة غاب العقل واستخدم السلاح، فهذا شيء ثاني. لكن مطلوب الآن من كل دية، كل صاحب دية، كل صاحب حملات، أنه ينشر لنا أو يرسل لنا القضية بأكملها، على أساس نعرف موجب الصك وموجب التنازل وما حدث، هل هو قتل متعمد ومترصد له وغدر وأمثال ذلك، أو أنه قتل حدث بالصدفة أثناء مشاجرات ما كانت مقصودة قبل المشاجرة. حفظ الله الجميع من كل شر، وأبعد عنا وعنكم البلاوي، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.